سؤال واحد بس دايما بيجيلنا كل ما بنقرا الصورة، هما كانوا كام واحد بالظبط؟ هنا ممكن نرجع للتفاسير الكتيرة جدا واللي اتفقت معظمها على آخر فرضية في الآية الكريمة، حيث إن ربنا سبحانه وتعالى ما وصفهاش برجم الغيب زي الفرضيتين اللي كانوا قبل كده. 3 و4 و5 و6 قال عنهم بالوصف إن ده رجم بالغيب، وجه عند 7 و8 وسكت، فيدي المعلومة للناس بشكل غير مباشر وتتفق الفتوى مع وجهة النظر المسيحية. ومن خلال مشاهدتنا لإعلان فيلم أهل الكهف بنشوف إن المؤلف أيمن بهجت قمر خد ما هو شبه متفق عليه وبنى عليه المعالجة السينمائية للمسرحية اللي كتبها توفيق الحكيم، واللي أخد بالفردية الأولى. لكن بيفضل لنا سؤال مهم، هل أيمن التزم بسير الأحداث في المسرحية ولا غير فيها لزوم الدراما؟ فالقصة اللي نعرفها بتحكي عن 7 أشخاص بيهربوا من بطش إمبراطور وثني ظالم بيضطهد المسيحيين، ويقرروا إنهم يقعدوا ويباتوا في كهف ما في الطريق على أمل إن المطاردات تنتهي فيهاجروا من البلد نهائيا. ومن شدة التعب بيناموا في المغارة، ولما يصحوا يكتشفوا إنهم في زمن تاني وإن عدى عليهم 300 سنة وإن الإيمان انتشر في البلد، لكن مع اختلاف الزمنين ما بيتأقلموش مع الناس الجديدة فيرجعوا للكهف تاني ويكملوا بقية حياتهم فيه لحد ما يموتوا. هل كانت المسرحية فيها مواجهات دامية زي ما شفنا في التريلر ولا لأ؟ هل بعض الأحداث بتدور في حلبات المصارعة زي اللي شفناها في جلاديتور؟ أعتقد إن كل اللي قرأ المسرحية يقدر يجاوبنا بالتأكيد، وأعتقد إن سير الفيلم مش هيمشي بنسق تصاعدي، وإنها هتمشي بالعكس، بمعنى إن أحداثه بتبدأ من بعد طلوعهم من الكهف ويقابلوا الملك الجديد قبل ما يحكوله إيه اللي حصل، ويبقى الفيلم نفسه عبارة عن فلاش باك. الفيلم اللي من أول ما شفنا البوسترز بتاعته من 3 سنين تقريبا قلنا إنه فيلم الموسم، لكنه اتعطل في الطريق بسبب ظروف الإنتاج الضخم واللي تماشت مع ظروف الكورونا، لحد ما بيظهر الإعلان بتاعه من أسبوع ويكون في ميعاد رسمي لعرضه في الصيف إن شاء الله. ومع كاست الفيلم الكبير جدا ومع مخرج متميز زي عمرو عرفة، نتمنى إننا نشوف فيلم رائع يليق بالقصة العظيمة اللي بنقراها وبنسمعها عن الصبر والإيمان، عن قصة أهل الكهف اللي كانوا عبرة لينا وآية من آيات الرحمن أيا كان عددهم. آسف على الإطالة.